طبعا ايدر يعني من اقدم مشجعي نادي الزمالك. يعني الناس عايز تعرف كنت فين الفتره اللي فاتت وليه كنت ممنوع من دخول النادي. والله احنا بقالنا سنتين مشطوبين مم. موقوفين، ممنوعين من دخول النادي وممنوعين من دخول الماتشات. مم. للاسف الرئيس المعزول مم. منعنا من دخول النادي ومنع 3200 واحد من الدخول اصلا. مم. فالحمد لله ربنا نصرنا وربنا هو الحق. مم. ربنا هو الحق. ايه الاسباب اللي خلتك تتمنع من دخول نادي الزمالك؟ الاسباب هو اللي يعرفها. احنا بندافع على النادي، مش ما لناش اي مصلحه، ولا كنا بننافسه على كرسي، ولا كنا عايزين حاجه من النادي. احنا مصلحه النادي. واحنا كنا معاه ان هو كان ضد الفساد، ولا انا ضد الفساد، وفي الاخر لقينا الفساد كله. طب شايف الفتره الجايه للنادي هتكون عامله ازاي؟ ان شاء الله النادي هيرجع، والنادي هيبقى في احسن حال ان شاء الله. الناس كلها اللي جايه دي ناس كلها محترمه. انت كان ليك موقف مع مستشار مرتضى منصور لما وقفت قدام بوابه النادي وقلت لهم ده الزمالك يا جدعان ومش الزمالك يا جدعان، دي كانت قلت له ارحل. ولما قلت ارحل انا كنت داخل اتمنعت من الباب اللي هناك ده. انا فاكر ساعه الحلميه في عند الحلميه الشاذليه. الحمديه الشاذليه. وساعتها انا لا عارف ان انا بتصور ولا عندي ترتيب للكلام اللي قلته ساعتها، وجاي من عند ربنا وقلت النادي بيتجرف لمده 30 سنه، والحمد لله الناس كلها دلوقتي صدقت ان النادي اتجرف ل 50 سنه مش ل 30 سنه. هل النادي فعلا ما فيهوش فلوس؟ اسالوه بقى، ده لم مليارات. الله اكبر. شوف الحق. قول الحق ده سبحانه وتعالى. تحب في مين بقى يبقى هو المتولي اداره الزمالك من ضمن الناس اللي كل الناس اللي نازله بعيده عن قائمه الفلول والمعزول؟ كل الناس محترمه، كلهم زملكاويه وكلهم ولاد النادي. كل الناس محترمه وكلهم ولاد النادي. لكن الناس اللي خدت لازم تتحاسب على المليارات اللي اتاخدت من النادي، ولازم تتحاسب على المليارات اللي دخلت النادي. ودلوقتي النادي موقوف كوره، موقوف هاند بول، موقوف سله وطايره، واللعيبه ما بتاخدش مستحقات. كل الفلوس دي راحت فين؟ فلوس امام عاشور راحت فين؟ كل الفلوس دي راحت فين؟ لازم يتحاسب. احنا عايزين نعرف فلوس النادي راحت فين. انت لم 5 مليار راحوا فين؟ مفيش فلوس في النادي. مفيش فلوس في النادي، واللعيبه ما بتاخدش مستحقات في كل كتير. الالعاب. لما كابتن هتلر احمد هتلر يبكي علشان الناس مش عارفه تاخد مستحقاتها. ازاي يعني؟ ازاي نادي الزمالك يحصل فيه كده؟ نادي الزمالك ما يستاهلش كده ابدا. وكل الناس دي لازم تتحاسب. كل اللي عمل غلطه في نادي الزمالك لازم يتحاسب عليها، والمليارات دي لازم يتحاسبوا عليها. في مليارات داخل، ده فلوس امام عاشور مش عارفين راحت فين اصلا. 3 مليون دولار. فلازم الناس دي تتحاسب، وان شاء الله اللي جاي احسن. الناس اللي جايه كلها ولاد النادي وناس محترمه، وربنا يوفق ويرجع النادي ويرجع الوطن تاني والكيان تاني، والناس المحترمه رجعت النادي. كلمه من قلبك باسم جمهور الزمالك. شعب الزمالك العظيم. طول عمري بقول عليه شعب الزمالك العظيم، لان ده وطن مش نادي، ده وطننا ان احنا بنعشقه وبنحبه. ان شاء الله ربنا يوفقنا واللي جاي احسن باذن الله، وربنا يوفقنا. دعواتهم كلهم. نشكرك يا